السلام عليكم. اليوم عندنا هذا مطبخ 10 امتار و40 سنتيم تقريبا. ان شاء الله راح اليوم نبدي نشتغل بيه شغل درجة اولى. راح نشتغله المرمر بس السنك. نبلش بالشغل ان شاء الله ونشوفكم اول باول. اليوم الحمد لله ان شاء الله اليوم راح نكمل القطعتين المترين السنك. هذا السنك المترين والملحق مالته يبقى ل3 امتار. طبعا هيجي هذا الشغل مالت الدرجة الاولى. شوفكم القواطع، شوفوا طبيعة الشغل شلون يصير. هذا باب مال صواني. شوف البليت على بوري ومن جوا هم كبوري، ما يطبق بليت على بليت. حتى اذا تشوفني ضاربه منه تونج فهو على البوري من جوا. شوف طبيعة شلون فر الرفوف ملم. الظهر 0.7. طبعا انا بالنسبة لي مجاملة اقول 300 كيلو، يتحمل 300 كيلو، بس هو يتحمل اكثر. بس انا شنو حتى أأمن روحي اقول 300 كيلو. اكو بيهم يقولوا لي انت توقف بالطرف هنا بالطرف. هسه هذا طرف، هذا طرف، هذا مو طرف. خوش. هذا الترتيب مالته. هاي باب مال صواني. هنا عندي الملحق مالته، هنا مكان الساحبة. هذا فارغ راح يصير هنا بوب ان شاء الله بعدين نكمله. طبعا طفت عليه الكهرباء، انا بالنص الشغل وطفت عليه الكهرباء. شوفوا الصدفة، هذا الشغل الدرجة الاولى وهذا الشغل البرة لا شغل عادي، مع العلم بنفس الخامات بس شغل عادي. هسه اشوفكم شلون راح يصير الشغل العادي. شوف هاي طبيعته. هذا الشغل العادي يعني ما يتحمل له 20-30 كيلو بالزايد. النرمادة PVC، ومو بكل الحالات تحتاج البوري يتحشى خشب. يعني اذا النرمادة حفر من هاي النوعية ما يصير يتحشى خشب، الا اذا البوب HDF لازم ذيك الحالة يتحشى خشب. هنا ماكو داعي نحشي خشب، احنا ما محشين خشب. وان شاء الله من يكمل اذا صار عندي مجال اصور، واذا ما صار عندي مجال من ننشد ببيت العالم راح اكمل تصوير. يا الله السلام عليكم. هذا المطبخ الحمد لله وشكر كمل. راح نشوفكم الترتيب مالته منه. هاي المجرات مالته الشفط. وهاي الزاوية بهذا الترتيب. طبعا اكو بدقوني شوية بالمطبخ، يعني هذا الترتيب صار بالنهاية. وهذا السنك. طبعا هاي القوة مالته ما يحتاج، شوفتكم اياها بالمحل، ما يحتاج اذكر هالنوب. لا ما يتكسر. لا هذا هو هذا الشغل. واكو شغل اقل من عنده طبعا كله شغل ثقيل. يده ثقيلة، نرمادة، المرمر، لمعة مال المرمر الحمد لله والشكر. طبعا هذه
اللي قلت لكم عليها بالمحل مكان الشافطة. هم حاليا ما مخلين، بس بأي وقت يعجبهم سلام، أي وقت يعجبهم يخلون. هم بعد بكيفكم، شو وقت ما يريدون يخلون يخلون. طبعا بالإنارة هنا شوية عندنا واحد انقطع الواير، نرجع له إن شاء الله بعدين، نعتذر عن هذا الشيء. ارتفاع الملحق 90. بس ملاحظة مهمة، يعني هذا السنك مترين، بس إذا تلاحظون مخلي له 6 رجلين، لأن المرمر ثقيل راح يبوظ وراح يرجع بعدين منو ينذم؟ أبو العمل راح ينذم. فهي ما فيها تكلفة، $1.5 ما بتكلفة. هذه 3 أمتار مخلي 8 رجلين، ما بيها تكلفة. أحسن ما تنذم وينذم شغلك. والحمد لله والشكر. هذا المطبخ. عافية علاوي. شكرا على هاي التجربة. هاي. وشكرا في أمان الله.